تخيل ان مصطفى شوبير حقق رقم ما حققوش اي حارس مرمى في تاريخ النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك ان مفيش حارس مرمى جه في تاريخ النادي الاهلي عمل اللي عمله مصطفى شوبير. هتقول لي انت مجنون يا عم انت ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ هقول لك لا هو ده اللي حصل. هتقول لي يعني ولا اكرامي ولا ثابت البطل ولا الناس دي؟ هقول لك لا ما حصلش. هتروح مفاجئني تقول لي ولا الحضري؟ هقول لك ولا الحضري. هتروح مفاجئني تاني تقول لي ولا شوبير ابوه؟ هقول لك ولا شوبير ابوه. هتقول لي ما تخلص يا عم وقول لي ايه هو الانجاز؟ هقول لك ان مصطفى شوبير احتفظ بنظافه شباكه 7 مباريات في دوري ابطال افريقيا، ودي ما حصلتش مع اي حارس مرمى في النادي الاهلي على مدار تاريخه. يعني مصطفى شوبير اول حارس في تاريخ النادي الاهلي يحتفظ بنظافه شباكه 7 ماتشات متتاليه في دوري ابطال افريقيا. شفت ازاي؟ رقم قياسي ده ولا مش رقم قياسي؟ على فكره احنا مش اهلاويه ومش زملكاويه، احنا بس بنحب الكره المصريه، واللي يزعل من الحق ملوش حق. كولر بيكسر رقم مانويل جوزيه. يعني كان في رقم لمانويل جوزيه 19 مباراة في دوري افريقيا بدون هزيمة. عايز اقول لك ان كولر كسر الرقم ده. كولر وصل ل 20 مباراة متتالية في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمة مع النادي الاهلي. تخيل 20 مباراة متتالية في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمة. ايه الرقم ده؟ احنا مش اهلاوية ومش زملكاوية، احنا مع الكرة المصرية، واللي يزعل من الحق ما عندوش حق. مش بس كده، ده كولر عنده فرصة يوصل ل 22 ماتش دون هزيمة، وده طبعا لما هيلاعب الترجي رايح جاي. يعني كولر عامل رقم عالمي، ده عامل 20 ثلاثية مع النادي الاهلي اخرهم ثلاثية مازيمبي. تعرف ان الاهلي حقق رقم قياسي لما وصل نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي؟ والرقم القياسي ده هو ان النادي الاهلي حقق الوصول لدوري ابطال افريقيا 5 مرات تواليا، واول نادي عملها كان ريال مدريد سنه 56 و57 و58 و59 و60. وبذلك اصبح النادي الاهلي هو تاني فريق في العالم يوصل لنهائي البطوله القاريه 5 سنين ورا بعض بعد ريال مدريد. يعني تخيل من سنه 1960 محدش كسر الرقم ده او وصل له غير النادي الاهلي المصري. وعلى فكره انا مش اهلاوي ومش زملكاوي، انا زمهلاوي. يعني احنا مش مع اهلي ومش مع زمالك، احنا مع الكرة المصرية وبنقول حقائق وبنقول الحق، واللي يزعل مننا ملوش حق. عايز اقول لك ان ريال مدريد لما وصل في الخمسينات كانوا بيلعبوا كرة شراب، حرفيا كرة كفر، مش زي التقدم اللي موجود في الكرة دلوقتي. والمفاجأة يا عزيزي ان النادي الوحيد في العصر الحديث اللي عمل الرقم ده هو النادي الاهلي. ده ما حصلتش من 1960. يعني النادي الاهلي وصل لنهائي دوري الابطال سنة 20 21 و22 و23 و24. جاي النهارده علشان اكلمك على اسطوره النادي الاهلي علي معلول. وقبل ما ادخل في الموضوع، احنا مش اهلاويه ولا زملكاويه، احنا بس بنحب الكره المصريه. وعشان تعرف ليه علي معلول اسطوره من اساطير النادي الاهلي، انا هثبت لك ده بالارقام وبالاحصائيات والبطولات والانجازات. بعيدا ان علي معلول من افضل الباكات الشمال اللي جم في مصر، تحس ان ارقام علي معلول مع النادي الاهلي ومع صفاقس التونسي ارقام صانع العاب او مهاجم. يعني تخيل ان علي معلول شارك في 219 هدف مع النادي الاهلي، صنع منهم 125 هدف وسجل 94 هدف. يعني تخيل علي معلول قرب يدخل نادي ال100. يعني الارقام دي بتقول لك ان علي معلول ده مش باك شمال، ده مهاجم. يعني تخيل دي ارقام باك ليفت يا جماعه، دي ارقام صانع العاب فعلا او مهاجم. معقول دي ارقام باك ليفت فعلا؟ يعني علي معلول الهداف التاريخي للنادي الاهلي كمدافع، يعني اكثر مدافع النادي الاهلي عبر تاريخه احرز اهداف. قول لي انت بقى سواء اهلاوي وزملكاوي، علي معلول اسطوره ولا لا؟